أهلا بيكم في خبر وحكاية. ورا كل خبر مهم حكاية أهم. تاريخ ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الأول من عام الفيل، الموافق 20 إبريل سنة 571 ميلادية. طبعا التاريخ ده مهم جدا ووراه أعظم حكاية، بس قبل ما أحكيها خليني أقول لكم إن كل واحد فينا حياته مليانة مواقف كتير صعبة وحزينة، وساعات كتير بنفكر وبنقول ليه كل ده؟ وإيه كل الحزن والابتلاءات دي؟ طب إيه آخرتها؟ وإزاي أعدي من كل الهم والحزن ده من غير ما أفقد إيماني بربنا؟ عايزة أقولك، لو عرفت قصة حياة النبي محمد حبيب الله صدقني هتلاقي الإجابة الكاملة لكل الأسئلة دي، وهتشوف رحمة ربنا وحكمته في كل موقف وألم بتمر بيه. بس قبل ما أحكي لك قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء الدعاء لأبي بالرحمة والمغفرة وكل أمواتنا ربنا يجعلهم من أهل الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. نرجع بقى لحكايتنا. يا ترى مين هو محمد وايه هي قصة حياته؟ يا ريت كلكم تركزوا معايا، لان اللي هحكيه تفاصيل مهمة قوي في حياة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الحكاية بتبدأ في مكة. كان عايش فيها راجل اسمه عبد المطلب ابن قصي ابن كلاب القرشي. عبد المطلب كان من سادة قريش، وهو من نسل سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم، وكان مسؤول عن الكعبة وسقاية الحجيج. عبد المطلب خلف أولاد كتير، أصغرهم كان عبد الله أبو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. سيدنا محمد كان دايما بيقول عن نفسه أنا ابن الذبيحين. تعال بقى أقولك إيه هي قصة الذبيحين دي. بص يا سيدي، كلنا عارفين إن سيدنا إسماعيل ربنا فداه من الذبح، والرسول من نسل سيدنا إسماعيل، فده أول ذبيح، الرسول من نسله. تخيل بقى إن عبد الله أبو النبي هو كمان ربنا فداه من الذبح. عشان كده النبي كان دايما بيقول عن نفسه أنا ابن الذبيحين. الذبيح الأول هو سيدنا إسماعيل جد النبي، والذبيح الثاني هو عبد الله أبو النبي. طب إيه هي قصة ذبح عبد الله دي؟ بص يا سيدي وصلي بينا على النبي. عبد المطلب أبو عبد الله كان هو المسؤول عن الكعبة وعن بئر زمزم ومسؤول عن سقاية الحجيج. وعبد المطلب ما كانش مخلف غير 6 بنات بس، وما عندوش أولاد ذكور خالص. ففي يوم من الأيام مجموعة من الناس طلبوا منه إن هم يشاركوه في سقاية الحجيج، وطبعا هو رفض، وحصلت مشكلة كبيرة ما بينهم. وعبد المطلب شاف إن الناس وقتها اتجرأت عليه علشان هو ما عندوش أولاد ذكور، فقال والله لو ربنا اداني 10 ذكور هطلع واحد منهم لله. وفعلا ربنا اداله 10 ذكور، وكان عبد الله أصغرهم وأحبهم لقلبه. ولما كبروا قرر إنه يوفي بنذره وينفذ القرعة، وكل مرة كان بيعمل فيها القرعة كان بيطلع له اسم عبد الله. وعاد القرعة كتير جدا، وقرر إنه ينفذ القرعة ويذبح عبد الله زي ما كان سيدنا إبراهيم هيذبح سيدنا إسماعيل. لكن الناس منعوه ونصحته عرافة وقتها بإنه يعيد القرعة ويحط قدام كل مرة يطلع فيها اسم عبد الله 10 من الناقة. وفعلا عمل كده لغاية ما وصلت عدد الناقات ل100 ناقة، وذبح عبد المطلب 100 ناقة فداء لعبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام. علشان كده النبي كان بيقول عن نفسه أنا ابن الذبيحين. ويكبر عبد الله ويشتغل بالتجارة ويتجوز آمنة بنت وهبة اللي ليها نسب كبير جدا في يثرب وفي الطائف. في يثرب كانت عايشة مع أخوالها، وفي الطائف هي أصلا من الطائف. اتجوزت أمنة عبد الله وهم صغيرين، وبعد عدة شهور حملت أمنة بنت وهبة من عبد الله. لكن عبد الله وقتها سابها وهي حامل وخرج يباشر تجارته، ومات وهو بيباشر تجارته علشان يجي النبي عليه الصلاة والسلام ويبتلى بأول ابتلاء ليه قبل ما يجي للدنيا أصلا. لكن ربنا رحمته وسعت كل شيء، وحكمته تفوق قدرات عقلنا المحدودة، ويتولد النبي يتيم الأب يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الأول من عام الفيل، الموافق 20 إبريل سنة 571 ميلادية. عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. الحلقة الجاية هنعرف فيها مين هي أم النبي، وهنعرف قصة ولادته،
وحياته وهو طفل رضيع كانت ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معاكم عزة نور.